ب- دعني أبدأ بالقراءة الفنية لكل المباريات وأبدأ من مواجهة كرواتيا فرنسا. كابتن طارق، قبل بداية المباريات أشدنا وأثنينا على جودة لاعبي المنتخب الفرنسي، وعن أن المدرب ديدي ديشو مدرب محظوظ حسب وجهة نظرك فيما يتعلق بالرصيد البشري اللي يملكه المدرب. هذا السقوط إن صح التعبير أمام المنتخب الكرواتي أسباب الفنية؟ لا، أعتقد أن اليوم فريق كرواتيا قدم مباراة كبيرة. أولا حسب رأيي الشخصي أن فرنسا اليوم خصوصا تشكيلة وسط الميدان كان دون المستوى. غندوزي لاعب بالنسبة لي أنا عادي جدا وغريب أنه يلعب أساسي. وفريق الدنمارك في وسط فريق الكرواتي في وسط الميدان عنده لاعبين جيدين، كوفازيتش وعنده مودريتش، ورغم تقدمهم بالسن اليوم سيطروا في الشوط الأول، سيطروا على المباراة. دقيقة 7 ضيعوا فرصة، ضيعوا ضربة جزاء ما أثرتش على مردودهم، بالعكس زادوا أكثر حماس وزادوا أكثر اندفاع ولعب أكثر. لكن شوفوا الكوندي بالنسبة لي أنا حتى مع البرصة بالأسابيع الأخيرة من الناحية الدفاعية يقدم مستوى جيد. شوف بالنسبة لي أنا مدافع يعطي متر أو مترين في المنطقة ذيك صعبة، ثم المهاجم سبق بودمير المدافع ويسجل الهدف، مش هو للقائم الأول ويسجل الهدف. فرنسا ما رجعتش خصوصا في الشوط الأول، فرنسا ما لقاش الإمكانيات باش ترجع. شوفوا لنا وشوفوا المهاجم، وهذه هي الكرة ديما القائم الأول خطير على المدافعين. إذا المدافع ما يسبقش المهاجم بطبيعة الحال المهاجم عنده إمكانية بالسجل، لأن ذاك قبل ما يمرر المهاجم مش يسبق المدافع ويسجل الهدف الأول. شوف خذا أسبقية على المدافع وقد سجل الهدف الأول، وحتى الهدف الثاني جاي من الجهة اليمنى، من الجهة اليسرى فيها لاعب كوندي وبيرسيتش سجل الهدف الثاني. في الشوط الثاني المنتخب الفرنسي كان أفضل، ورغم أنه قام بتغييرات مبابي وخصوصا اللاعب ديمبيلي كان ممكن عنده إمكانية بالسجل. المباراة هذه كان اجهاد كبير على اللاعبين، اجهاد كبير، والمنتخب الفرنسي لقى صعوبات كبيرة باش يرجع في المباراة. وائل، حسم التأهل للنصف النهائي لم ينتهي بعد، لكن مباراة الإياب في ستاد دو فرانس لن تكون سهلة للمنتخب الفرنسي لأنه محتاج ل3 أهداف نظيفة للتأهل. طبعا منتخب فرنسا منتخب قوي ومنتخب مميز، ومش معنى ان هو غلب مباراة النهارده ان هو خرج من البطولة، لا، عنده مباراة العودة وعنده لاعبين جيدين. يمكن اخطاء النهارده كانت واضحة جدا في خط الدفاع. كابتن طارق اتكلم على كوندي، هنتكلم على كوناتي، وشفنا ركلة جزاء اللي في بداية المباراة. ثنائية كوندي وساليبا كانت سيئة، اعتقد مكانه اساسي في الفريق. تركيبة وسط الملعب برضو ما كانتش جيدة، والكابتن طارق اتكلم على جندوزي. في لاعبين افضل ممكن يشكلوا خط وسط احسن، واتكلمنا على وفرة العناصر اللي عند المنتخب الفرنسي. واضح مش عايز اقول ارهاق واجهاد على بعض اللاعبين، وخاصة امبابي. شفنا امبابي في المباراة الأخيرة قدام فيا ريال يا مهند، بعد نهاية المباراة كان منهك تماما من المجهود البدني وضغط المباريات. وكذلك الحال على كل اللعيبة اللي بتلعب في الأندية اللي بتنافس على بطولة الدوري زي برشلونة زي ريال مدريد، في حتى في الأندية الأوروبية الأخرى، في الدوريات الأخرى، اللي بيلعبوا في الفرق اللي بتنافس على البطولة، ضغط شديد جدا جدا عليهم. فالمباريات دي جاية في وقت صعب طبعا، وبتلاعب منافسين جيدين ومنافسين أقوياء. المنتخب الكرواتي يعني يمكن رهان مدربه على عنصر الخبرة اللي احنا انتقدناه في الأول، ناجح بصراحة، لعيبة مميزة. لأنه ما عندهاش حلول، يعني هو ما عندوش البدايل، وما بيثقش في البدايل. لما يلعب مودريتش مباراة 90 دقيقة، وما يلعب بيرسيتش اللاعب اللي راجع من رباط صليبي مع اندهوفن، وكلهم فوق ال 34 سنة، يعني لعيبة أعمارها كبيرة، إنما مراهن عليهم ومعتمد عليهم بشكل كبير. لعيبة عارفة تقف في الملعب، حتى بدنيا أدائهم جيد. فمباراة مش هتكون سهلة أبدا على المنتخب الفرنسي في العودة إن هو يفوز، إنما عنده الإمكانية إنه يرجع ويعوض النتيجة.